وأربع معالق لحمة مفرومة هنعمل أحلى صينية رقاق. هنا معانا اللحمة المفرومة، معانا الرقاق والتوابل، فلفل ألوان وفلفل أخضر وبصلتين ومعلقتين زبدة. قطعنا البصل بالحجم ده مع معلقتين الزبدة كبار، زبدة أو سمنة. في ناس بتحب تبتدي باللحمة المفرومة الأول، أنا بحب أنزل بالبصل لأن ده بيديلها تيست أعلى. بنشوح البصلة مع بعض. لحد ما بتوصل معانا لدرجة اللون ده. هنا بننزل باللحمة المفرومة، 4 معالق لحمة مفرومة، صينية رقاق مش مكلفة واقتصادية وطعمها جميل جدا. جربوها صدقوني هتعجبكم. هنشوح اللحمة مع البصلة لحد ما أنسجة اللحمة معانا كلها تتقفل بالطريقة دي. بعد كده هنحط الفلفل وكل الخضار اللي احنا حطيناه. هنشوح الخضار مع اللحمة والبصل وننزل عليهم بعد كده بنص كوباية مية. هنا حطينا التوابل الأول، التوابل اللي هي نص معلقة 7 بهارات، معلقة فلفل أسمر صغيرة، نص معلقة قرفة صغيرة، وسيبناهم على النار. هنا حطينا الملح، الملح على حسب الرغبة. السمنة اللي سيحناها دي عشان خاطر صينية رقاق. هنا بتأكد إذا كانت اللحمة استوت ولا لأ، وبديها تقليبة. لازم اللحمة المفرومة تكون معاكي جوسي، يعني ما تبقاش ناشفة. هنا حضرنا الشوربة بتاعتنا. حطينا الأول سمنة في الصينية، ولازم الصينية تكون كلها سمنة حتى الجوانب بتاع الصينية. هنبتدي ننزل هنا برقاق، وما بين كل 2 بتحطي سمنة عشان ما يكونش معاكي ناشفة، وفي نفس الوقت طعمها لذيذ. هنا بحط نص السمنة، نص اللحمة المفرومة اللي عصرناها، بوزعها كويس. وبعد كده بنزل برضو بقية الرقاق. هنا نسيت وحطيت اللحمة المفرومة، رفعت رقتين بالظبط.
هنا هنحطها في الفرن. هنا بعد ما طلعناها من الفرن هنقطعها. تسيبيها في الفرن، بتسخني الفرن الاول، وبعد كده بتحطيها حوالي نص ساعة وبتتابعيها. لو حبت تتقلب على الناحية التانية ممكن تقلبيها، وده بيكون شكلها. طلع معانا مورقة زي الفطيرة بالظبط، زي الفطيرة واحلى من البيتزا. طعمها تحفة وهتعجبه، وبألف هنا.